صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. خلاص فاضل 4 ايام على رمضان، على اجمل شهر في السنه كلها. ايام جميله جدا وبتعدي على خير، فربنا يديمها علينا يا رب نعمه، وربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه بقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ يلا بينا النهارده بقى هنبدا مع بعض اول تنظيفات رمضان بالنسبه لي انا معاكم. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده قبل العاصفه بتاعت امبارح، ده معمول اول امبارح، وطبعا الدنيا عندي اتبهدلت تاني تراب، وهضطر ان انا المعها تاني. بس الحمد لله يعني اللي انا ما كنتش بدأت غير بالصالة واوضه النوم، فدول بس اللي عاوزوا يتلمعوا، وبقيت الشقة يعني لسه ايه هتتعمل من اول وجديد، يعني ما لسه ما عملتش حاجة يعتبر. فكنت عايزة بقى اشجعكم كده، الناس اللي لسه مكسلة ما عملتش حاجة زي حالتي كده، والناس اللي عندها اي ظرف وبرضه لسه ما بدأتش تنظيفات، والناس اللي شغالة وبرضه لسه ما بدأتش تنظيفات، وكل الناس دي بتبدأ متأخر. فعايزه بقى اشجعك كده، اقول لك يلا قومي بسرعه اعملي معايا، خلاص مفيش وقت، فاضل 4 ايام بس، يدوبك تلمي الشقه كده في يومين وتعلقي الزينه وترتاحي لك يوم قبل رمضان. هما دول ال4 ايام بتوعك. هنا بقى انا قلت ابدا كده بالصاله، بما ان هي اصلا مفيش حاجات كتير، يعني هي بس ايه، يعني احنا كنا قاعدين هنا قبلها بيوم، فعشان كده الدنيا مكركبه، لكن في الطبيعي الصاله هنا بتبقى رايقه على طول، على طول قعدتنا في الاوضه. فقلت بقى كده ابدا بالصاله، وكمان الفرش بتاعها نظيف، ودي اهم حاجه. انا كنت عامله الفرش ده كله ومنضفاه وغسلاه في بدايه الشتاء، اللي هو يعني مكملناش شهر، شهر ونص كده تقريبا، قولوا شهرين بالكتير قوي، شهرين. فبرضو الفرش نظيف بما اننا اصلا ما بنقعدش هنا. فالكفرات بتاعه الانتريه نظيفه، الستاير نظيفه، برضو السجاد نظيف مش هغسله تاني، لان انا ما عنديش بديل للسجاد اللي مفروش، يعني هو السجاد ده بس اللي عندي. هي بس بتاعت الصلاة هي اللي ليها بس بديل، وبصراحة انا شايلها للعيد مش هطلعها دلوقتي. فقلت بما ان السجاد نضيف فانا مش هشيله، هي كلها بالظبط 3 اسابيع وهشيل السجاد كله اغسله، فهنقضي بقى ايه كده بالطول والعرض مع بعض. هما اللي كنت عايزه اغسلهم السجاد بتاع الصلاة اللي تحت دي، علشان متبهدل شويه، بس العاصفه بقى جت غيرت كل حاجه، وقلت لا انا لو غسلت السجاد ما اضمنش ايه اللي هيحصل في الجو، وهيتبهدل تاني تراب. فبصراحه ما رضيتش ان انا اغسله. لو لقيت الجو على بكره كده شمس وكده هغسله وانشره على طول، هياخد يوم بس كده على السور يعني، فهينشف. هنا بقى بص انا نفضت الكفرات كلها نفضتها كلها كده تنفيضه كويسه، لان بصراحه بيكونوا محشورين كده تراب، انا مش عارفه التراب ده بيجي منين، والله العظيم فعلا انا مش عارفه. انا عيالي لو بيخشوا بالشباشب على الكنب والانتريزه نفسه مش هيحصل كده. بس يلا بقى، مش عارفه تقريبا بقى من الجو ولا الهوا ولا ايه، ماني على طول منزله الستاير والله، بس على طول اجمع كميه تراب من الصاله، مش عارفه يعني بطريقه مش طبيعيه، مع اننا بيكون تراب بس اللي فيها ما بنكونش قاعدين فيها يعني. هنا بقى بص عملت كده الانتريه، ظبطته خالص ونفضته تنفيضه كويسه علشان اكنس على نظافه. بصوا السجاده الحمد لله، يعني السجاده نظيفه الحمد لله يا رب. انا كل مره كل سنه يعني بغسلهم قبل رمضان وارجع اغسلهم قبل العيد برضو، بس المرة دي بقى السجادة نظيفة، فبس همشي كده عليها ايه بالمكنسة على طول. بعتذر لكم على صوتي تخين شوية، بس انا قايمة النهاردة اللي هو استعبني جدا، فربنا يعدي اليوم ده على خير، واعرف امنتج لكم الفيديوهين التانيين يعني عشان انزلهم لكم قبل رمضان. الحمد لله الحمد لله. يعني الفيديو النهاردة هعمل معاكم الصلاة زي ما قلت لكم، هعمل كمان اوضه النوم كده، اول حاجتين خلصت منهم. بعد كده بقى اخش على اوضه الاطفال، وفاضل لي كمان التلاجة، وفاضل لي كمان المطبخ. فدول بقى ال3 دول يعني هلمهم مع بعض كده في فيديو علشان انجز على قد ما اقدر. انا حاسه ان انا متاخره جدا جدا، بس انا متاكده ان انا مش لوحدي، متاكده ان ناس كتير متاخره معايا، بس انا كيوتيوبر فالمفروض كنت اخلص من بدري. بس بصي يعتبر يعني انا بمثل بقى ست البيت المصرية العملية اللي بتخلص قبل رمضان بكام يوم. فيلا بينا بقى ايه نبدأ مع بعض، واتمنى الفيديو النهاردة يعني يتحمل بسرعة وينزل لكم بدري. بصراحة كان نفسي انزله قبل الظهر عشان تشوفيه كده بدري وتخلصي في نفس اليوم على طول، بس متأسفة بقى على التأخير ايه في تنزيل الفيديو النهاردة، لان الفيديو النهاردة طويل شوية وهينزل بالليل، يعني كده في الغالب هينزل بالليل. بصوا بقى السجاده دي اللي انا كنت عايزه اغسلها، ودي كمان الاتنين دول كنت محتاجه بصراحه ان انا اغسلهم، بس العاصفه جت وغيرت كل الموازين اللي كانت في دماغي. كنت عايزه اغسلهم الاسبوع اللي فات، بس مشيت رحت عند ماما وكده، وللاسف سبتهم، يعني يا ريتني كنت غسلتهم ومشيت.
بس مش مشكله بقى، هنفضهم كده تنفيضه حلوه ونمسح ونرجع نفرشهم تاني. هتشوفوهم اصلا تحسوا ان هم نضاف. انا على طول ماما تقعد تقولي انت بتدلعي وحاجتك نضيفه وتقعدي تغسليها مره واتنين، بس والله انا بحب الحاجه تبقى بصوا على المسطره كده، اللي هي متبقاش فيها ولا بقعه ولا ترابيه ولا الكلام ده كله. بصوا هنا بقى قلبت الدنيا. عايزه اقول لكم ده روتين كان مسائي كده بعد ما العاصفه خلاص خلصت اللي هي عايزه تعمله طول النهار، والجو كان لونه اورنج كده وكله تراب بطريقه مش طبيعيه. فقلت بقى هي تخلص بالنهار وانا اعمل بالليل. بصوا ده كده روتين ايه مسائي يعني. فبرضه هتتشجعي زيي وتقومي تخلصي بالليل، مش لازم تعملي طول النهار. عايزه اقول لكم ان الاعمال بتاعت بالليل دي بصراحه بتبقى منجزه اكتر يعني. بحس ان انا بخلص بسرعه عن بالنهار يعني. يعني طول النهار كده اعمل بقى اكل، اروق الدنيا كده من على الوش، اذاكر مع العيال شويه، اجي بقى بالليل اعشيهم واحميهم وانيمهم واخلص لوحدي. ولو حد صاحي فبرضه مش بتعبوني قوي زي بالنهار بصراحه. بصوا بقى انا كنت قلبت الدنيا زي ما انتم شايفين كده ومسحت الارض كويس جدا. ما فضليش غير جزئيه النيش دي، ودي ان شاء الله عايزه اصلح النيش بس. بصراحه انا مش عارفه اصلا ما جيتش جنبه ليه. انا شكله كده سد نفسي، مع اني فوقيه شويه كركبه عايزه تتلم، بس قلت دي محتاجه محمد معايا علشان ايه، محتاجه يعني حد طويل اناوله الحاجه اللي فوق النيش دي. هي اصلا كلها حاجات بتاعه النيش برضو، بس كنت عايزه انزلها عشان امسح فوقيه. قلت بقى لما يكون محمد معايا يعني هنزلها وامسح بحته قماشه مبلوله، فمش هتنزل تراب ولا حاجه يعني. بصوا بقى هنا طبعا زقيت الكنب والكراسي زي ما انتم شايفين، ومسحت كده مسحه من الاعماق من اللي قلبكم يحبها. انا كنت بدلق كده الميه على الحيطان عشان انزل اي تراب. وهنا بقى شديت الميه كويس جدا وكمان سبتها تنشف. شغلت المروحه ما كملتش 10 دقايق كده كانت الدنيا نشفت تماما. فرشت بقى السجاده زي ما انتم شايفين كده، وجهزوا معايا بقى عشان نعمل زينه رمضان حاجه كده عالميه. هنا بقى نزلت الستاير، وزي ما قلت لكم الستاير عندي الحمد لله الحمد لله كلها نظيفه. فمش هغسل ستاير دلوقتي خالص، هغسلها بقى على العيد يعني على نص رمضان كده بقى نبدا نشيل الفرش كله ونغسل مع بعض. هنا بقى كان فاضل بس ازازه كنت حاطاها هنا كده، كنت بشرب منها وانا شغاله عشان كنت بعطش كل شويه. بصوا الارض بقت تلمع ازاي والحمد لله بقت نظيفه ازاي. بصوا الدنيا هنا. شوفوا بقى تدوني كام من 10، ادوني كده بقى كام من 10 لو وصلت لحد الدقيقه التامنه دي. فبشجعوني بقى كتير في الكومنتات، وطبعا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. صدقوني صدقوني اللايكات دي هي اكتر حاجه بتعرفني ان انت اتفرجتي على الفيديو فعلا، وبيظهر لي ان انت شفتي الفيديو من موضوع اللايكات. فانت حطي لي كده اللايك الجميل علشان تشجعيني اكتر، وعلشان اتحمس بقى كده وانزل معاكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. خلصنا بقى الصاله وادوني بقى كام من 10، قيموني كده النتيجه من 10 بتاعتي يا جماعه في الصاله بره. ويلا بينا نخش بقى ايه هنا اوضه النوم نشوف هنعمل فيها ايه. انا بدات باكتر حاجتين سهلين، ان اوضه النوم محدش برضو بيقعد فيها قوي، فقلت ايه اخلص، احنا قعدتنا كلها في اوضه الاطفال. فقلت بقى ايه اخلص اوضه النوم علشان ايه اكون كده خلصت من اكتر حاجتين يعني ايه يعني سهلين ومنجزين. وبما ان بقى محمد يعني دراعه ايده مكسوره فمش هيعرف يعمل معايا حاجه، وكل مره بصراحه يعني هو بيعمل معايا تحت السراير فوق الدواليب وبيشجعني في التنظيفات العميقه دي. لكن المره دي يا جماعه انا لوحدي، فشجعوني بقى وبصوا يعني قولوا لي كلام يشجعني كتير الفتره الجايه، اني انا عملت مجهود بصراحه جبار. اول حاجه هنا بقى نزلتها الستاير، لان الستاير هنا بتاعت اوضه النوم انا ما نزلتهاش في تنظيفات الشتاء، ما نزلتهاش كانت نظيفه وقلت ايه مش هنزلها. بصراحه ما بقتش احب اغسل الستاير عماله على بطال عشان تفضل كده بزهوتها. فنزلت ستاره اوضه النوم حطيتها في الغساله على طول، يعني انا شلتها كده على الغساله علشان تنضف لحد ما اخلص بقيه الاوضه. تاني حاجه بقى السجاده دي برضو انا غاسله السجاد كله على دخلة الشتاء، بس دي عيالي بهدلوها كده بمكياج وكده، حطوا عليها اللهم صل على النبي حطوا عليها ايشادو فعملت لون جامد. فقلت لما افرشها هبقى امسحها بقماشه مبلوله واللون هيروح. هنا بقى انا قلت ايه يا بنتي يا نورة ارفعي المرتبه ونضفي تحت. لا يا بنتي يا نورة ما ترفعيش، عماله اتكلم في نفسي يا بنتي ارفعي المرتبه لا ما ترفعيش. قلت انا هتكل على الله وهرفع المرتبه وزي ما تيجي تيجي. قولي بس ايه رايكم في صورتي وانا صغنونه؟ بس دي يوم اسبوعي. الصور دي بحبها جدا جدا فوق ما تتخيلوا، الذكرى كده وحاجه حلوه قوي. علشان كده بحب صور عيالي كتير عشان متاكده هما لما يكبروا هيفرحوا بالصور دي زي كده زي انا ما كنت فرحانه. ده بقى الشنطه كده كلها صور بتاعتنا انا ومحمد وانا والعيال، يعني دي صورة كمان يوم الحنة بتاعتي.
برضو كنا متصورين كده ومحتفظ بالصور معايا لحد دلوقتي. فبصوا بقى كركبه تحت السرير، ما يعلم بقى الا ربنا، كنت متردده ارفع المرتبه ولا ما ارفعش. بعد كده قلت لا، انا هاخد القرار وارفع، تبقى تنظيفه بقى عميقه كده بالمره. مطلعه بقى كميه شنط بلاستيك مش طبيعيه، بجد مش طبيعيه. لميت كده كام شنطه كده اللي هم شكلهم حلو يعني، وشلتهم على جنب، والباقي بصراحه رميته كله. وبس كده بقى قلت ايه، الم كده الصور في شنطه الهدايا الكبيره دي، كان محمد جايبها لي من قبل ما اتجوز اصلا، كان تقريبا كان يوم الفالنتين. النهارده الفالنتين كمان، كل سنه وانتم طيبين. يعني مش لازم بقى ايه حبيب وحبيبه، لا انتوا كلكم كده حبايبي، وكل سنه وانتم كلكم طيبين. فكان جايبها لي برضو يوم الفالنتين، وبرضه محتفظه بيها يعني. فحطيت بقى فيها كل الصور، وقلت ايه، نلم حاجه حاجه بقى من تحت السرير كده. اول حاجه لميت الكرتونه الكبيره بتاعه التلاجة دي على جنب، وقلت يعني هشيلها واحطها تاني. بصراحه يعني مش عارفه ما بحطها لي تحت المرتبه، بس بقول يعني بتفرد المرتبه ولا ايه، مش عارفه. بس ما علينا، هم كانوا حاطينها تحت المرتبه، فانا من ساعتها سايباها. بص بقى، لميت كل الحاجه اللي تحت السرير كده عشان ما اضيعش وقت كتير. وفي حاجات غريبه غريبه، زباله وبهدله غريبه تحت السرير، لدرجه ان انا لقيت بسكوته بتاعه العيد، يعني اكيد من السنه اللي فاتت، وهي تحت السرير بقالها كده يعني 11 شهر بالظبط. فبرضو شلتها. انا طبعا ما كنتش نضفت من العيد يعني اللي فات، هي دي تنظيف تحت السرير كده بتبقى سنويه، مستحيل اعملها انا مرتين في السنه، هي مره واحده في السنه. اطلع الحاجه كده واهويها وبس كده. هنا بقى لميت كل حاجه كده تقيله، يعني زي ورق، كيس، بالونه مقطوعه، الكلام ده كله كده لميته بايدي، وحطيته في الباسكت على طول، عشان ايه، امسك بقى المكنسه واشفط على طول التراب الناعم ده. عايزه اقولكم كميه تراب ناعم تحت السرير، انا مش عارفه هي بتخش ازاي اصلا. يعني الاوضه دي اصلا من الاوض اللي هي في الشقه من جوه كده، يعني ليها شباك على الحاره، بس يعني قدامنا عماره عاليه، فالمفروض ما يخشش فيها تراب كتير، يعني محميه شويه. بس برضو دخل فيها يعني تراب بطريقه مش طبيعيه. وكمان انا ما عملتهاش على العيد الصغير، انا عملتها بس على العيد الكبير. ساعات بصراحه كنت بعملها كل عيد، العيد الصغير والعيد الكبير، بس العيد الكبير طبعا كان خالي لسه متوفي، ربنا يرحمه يا رب. وما عملتش يعني الشقه كده، عملتها بس كده من على الوش وفرشتها على طول، اللي هو ما عملتش كده تنظيفات عميقه ولا اي حاجه، كانت طبعا ماليش نفس لاي حاجه، فعملت كده من على الوش. هنا بقى بصوا ورا السرير، هي تبقى حته كده يعني مش كبيره قوي اللي باينه ورا السرير، عشان بنزل الستاره فيها، بس كلها بقى ايه، كانت بهدله وحاجات واقعه من العيال ورا، وتراب بطريقه مش طبيعيه. فبصراحه المكنسه يعني الحمد لله، ربنا يخليها لي يا رب ويشيل عنها اي حاجه وحشه، بتنفعني في الحتت دي اللي هي بتشفط معايا التراب بسرعه، غير المقشه العاديه. حاسه ان انا من كتر ما بمسك المكنسه نسيت اكنس اصلا ازاي بالمقشه العاديه، حاسه نسيت مسكتها. فهنا بقى ايه، شفطت كل التراب ده، وهمسك بقى الاوضه دي امسحها كده مسحه يعني عميقه. وهنا انا مش عارفه ده تقريبا ظهر التلاجة ولا الغساله ولا ايه، بس شكله كده الغساله، مش عارفه ظهرها ولا القاعده من تحت، وايه اللي جابها هنا انا اصلا مش عارفه. فالمهم يعني شلتها، قلت عشان لما محمد يجي اخليه بقى ايه يشوف هي بتتركب فين، يعني التلاجة ولا غساله، ويركبها لي. هنا بقى فتحت كده الادراج كلها بتاعه الاوضه، يعني الكومودينو ده والكومودينو ده والتسريحه، وشفطت بقى اي حاجه موجوده. بصوا يعني شلت بقى كده اليد بتاعه المكنسه، والحته اللي هي الصالونه دي قلت اشفط كل التراب، عايزه اخرج من الاوضه ما لقيش فيها ولا ترابيه. ففتحت كده درج درج وشفطت منهم التراب كويس، قلت علشان ايه، ابقى انا كده بقى خلصت كده. عارفين التراب ده اصلا بيعمل طاقه سلبيه في البيت، وبيتعب اصلا نفسيتي كده، لما افتح اي مكان والاقي فيه شويه تراب انا بتعصب المنظر ده. فقلت بقى ايه، اشفط كل التراب اللي موجود، واخلص بقى كده منه مره واحده. برضو بص الشباك قلت برضو عايزه اعمله، برضو عليه تراب، وانا اصلا صدري مقفول خالص من موضوع التراب ده، يعني بتعب منه، وكمان عشان موضوع الحساسيه فاصلا بيعمل لي صداع وبيتعبني بطريقه مش طبيعيه. فقلت ايه، اعمله بقى بالمكنسه، واول مره في حياتي اعمله بالمكنسه، وكل مره امسك اي حته قماشه او اي فوطه واعمل بيها، بس طلع بالمكنسه يعني حاجه، بص وهم يعني بعمل كده التراب الحمد لله بيتشفط على طول. فبصراحه قلت ايه، اسهل حل يعني بالنسبه لي دلوقتي المكنسه. بص بقى التراب كله يعني حتى السلك برضو عملته كده بالمكنسه، طبعا مخطط اهو باين يعني اللي اتعمل من اللي ما اتعملش. فانا قلت ايه، اشيل كده كل الحاجات التقيله دي. بصوا هنا الحته دي يعني مبينه لكم قوي ان المكنسه عملت معايا الواجب المره دي. عملت بقى كده الخطوط بتاعه الخشب دي من بره وظبطت الدنيا. جيت برضو هنا عند الكومود ده برضو فتحته كده وشلت منه، كان فيه
اللهم صل على النبي. كان في مجله مايوي دي شيلتها برضو هرميها ملهاش لازمه قديمه، وبرضو ايه شفطت الكومودينو كله وظبطته. هنا بقى جبت فوطه مبلوله كده ولمعت الازاز بالخشب، قبليها اديته كده تنفيضه سريعه بالفوطه بصراحه، قلت عشان لو في اي برضو ترابه ما جتش بالمكنسه فايه تتشال بالفوطه على طول. بس بصراحه كانت سريعه يعني. برضو لمعت الحيطه كده كلها. بس يعني اختصرت معاكم الفيديو علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. قلت ايه يعني اعمل كده حاجات مع نفسي بسرعه عشان ما نطولش مع بعض الفيديو، وقلت اقول لكم انا عملت ايه. لمعت بقى الحيطه كده بتاعه الاوضه كلها في السريع ميه بخل، عملت بخاخه ميه بخل ومشيت كده على الحيطه. والايد التانية فيها فوطه نظيفه، عملتهم بسرعه بصراحه ما خدتش معايا وقت. هنا بقى مسحت كده الاوضه وخليتها زي الفل. طبعا جبت حته قماشه كده وجردل، وحطيت بقى فيهم شويه شاور جل، وحطيت فيهم شويه كلور، وقمت ملمعه الاوضه بسرعه. شفتوا بقى الكركبه اللي بره دي الكركبه اللي خارجه من الاوضه يا جماعه. طلعت الحاجات دي كلها كانت بره، فكل ده بقى اتلمع، ولمعت كل الكراتين والاكياس بتاعه البطاطين اللي اتقطعت مني دي. بصوا مش عارفه اعمل فيهم ايه، قولوا لي بقى لو الاكياس دي بتتباع عند بتوع البطاطين اروح اشتري، انا مش عارفه بصراحه اجيب لهم بدايل منين. رجعت كده كل حاجه زي ما كانت، ورجعت كمان الملل. طبعا الكلام ده رجعته لما الارض نشفت، شغلت المروحه ونشفت بسرعه. رجعت الملل ورجعت كمان المرتبه ورجعت كل حاجه. طلعت بقى هنا على الدولاب، والحمد لله الدولاب اصلا انا كنت مفضيه من السنه اللي فاتت، ما فيهوش بس غير لحاف بتاع الهام، حطيته كده في الاخر لحد ما اشوف هودولها امتى. مش عارفه بصراحه، شكله كده يفضل عندي لحد يوم تنجدها ولا ايه. طلعت بقى هنا بالمكنسه ولقيت تراب كتير، فانا طبعا مستحيل انزل التراب ده بعد ما عملت تحت، يعني بعد ما عملت تحت السرير مستحيل انزل التراب ده على الارض، واصلا ما كانش هينفع، كان هيبهدل لي الخشب جامد قوي. فطلعت بالمكنسه ولقيت بقى الغساله بتزمر كده عايزه حد يشيل اللي فيها. رحت بقى شلت الستاره زي ما قلت لكم، انا غسلتها وشلتها كده وهنشرها وارجع تاني ايه فوق الدولاب. نشرتها بصراحه ما كملتش ساعه ولا تقريبا ساعه على الحبل، وقمت شايلها على طول يعني قبل ما خلصت. عملت بقى فوق الدولاب بالمكنسه ومسحته كمان بحته قماشه مبلوله زي ما انتوا شفتوا كده، يعني في حتت نشفت وحتت لا، سيبته بقى ينشف براحته لان انا كده كده مش هحط عليه حاجه تاني. كان في طبعا فوق كمان فانوس، وكان في اباجورات فوق الدولاب، كل ده نزلته بقى عشان افرشه معاكم. هنا بقى جبت البخاخ بالميه بتاعه الخل، ميه في خل وبس كده. رشيتها كده على المرايه، وعايزه اقول لكم بتخلي المرايات فله كده فله. فبصوا المرايه بقت تلمع ازاي. حطيتها برضو كده، وقصدي مسحتها كده وسبتها بقى تنشف مع نفسها. هي بتنشف في ثواني، يعني انت دوبك مسافه ما بتمسحي كده بتحسيها فيها ميه سنه، بس بعد كده بتنشف وبتديكي لمعه حلوه قوي. بصراحه الميه بخلي معقمه وفي نفس الوقت مطهره كده وبيدي لمعه جميله قوي. بص بقى الاوضه يعني كده خلاص وصلنا لنص الطريق تقريبا. لمعت كمان المروحه، بما اني بقى كنت فوق الدولاب فالمروحه كانت قريبه من ايدي فلمعتها هي كمان كده. مفضلش غير الدولاب والباب ده. بص برضو اديت كده بخة ميه بخل وبالفوطه، هي نفس الفوطه اللي معايا اهي، كل شويه اروح اغسلها كويس قوي تحت الميه وتحت الميه السخنه يعني عشان تنزل التراب اللي فيها كله بسرعه، وارجع المع بقى حاجه تانية. هنا بقى بصوا الدنيا بقت تلمع ازاي وبقت فله ازاي. اي بقعه كده ولا اي حاجه من ايد العيال بتك عليها جامد كده بصراحه بتنضف بسرعه، يعني ما شاء الله الخل بالميه كانهم سحر. بصوا بقى بره لسه الكركبه، شايفين الكركبه اللي بره؟ كل ده لسه هعمله. انا بدات العكس، يعني انا بادئه معاكم الفيديو بالصاله وبعد كده اوضه النوم، مش عارفه ليه هو جه معايا كده، بس انا اصلا عملت العكس. انا عملت اوضه النوم الاول عشان هي اللي بخرج منها اي كركبه على بره، وبعد كده بقى عملت الصاله. فاهمين قصدي ايه؟ واوضه الاطفال بقى على قد ما اقدر يعني هحاول ان انا مخرجش منها حاجه بره، لان هو سريرين صغيرين، فانا بنقل الحاجات اللي على السرير ده على السرير ده وبرجعها تاني وهكذا، يعني بحاول المها كده منها فيها. وحتى لو بهدلت بره فمش هبهدل بره كتير، انا بس هطلع الحاجات اللي انا مش عايزاها وهتترمي على طول يعني. فباذن الله مش هبهدل الدنيا بره ان شاء الله. المفروض كنت اعمل الاوضتين الاول واقفلهم، بس اوضه الاطفال انا قلت خليها يعني شويه كده لان احنا بنقعد فيها وقعدتنا كلها فيها يعني، مش عايزه بقى ارجع ابهدل الدنيا تاني يعني. عشان اعلق الزينه على طول، اخلصها واعلق الزينه على طول. بص هنا بقى فرشت المفرش القطيفه ده، وكنت شايله بقى لي فتره كبيره، يعني كان بقى لي اكتر من 3 اسابيع تقريبا كنت شايلاه، وكنت فرشه ملايه عاديه ففرشته دلوقتي. وطلعت كمان بقى الستاير والمفارش بتاعه التسريحه والكومودينو، والستاره كمان التقيله خلاص نشفت. عايزه اقول لكم والله ما كملت ساعه ولا ساعتين على الحبل، يا دوبك لميت بقيه الدنيا وقمت فرشه على طول.
اعلق بقى الستاير. بصوا في لحظه في غمض العين علقت الستارتين. وطبعا انا ما كنتش معلقه الستاره اللي هي الشيفون دي، بس قلت خلاص بقى هعلقها عشان ايه، انا مش هشيلهم واقعد اركبهم تاني يعني، ممكن بس اللي اغسلها على العيد الصغير هي الستاره الشيفون، لكن الستاير التقيله خلاص. دي بقى الاباجورات كانت مرميه فوق الدولاب، فقلت حرام هتتبهدل فوق، استفاد بيها ايه بشكلها هنا تحت كده على الكومودينو. بصراحه مديه منظر حلو قوي بدل ما الكومودينو كان فاضي خالص. وانا ان شاء الله ناويه باذن الله عيالي ما يخشوش الاوضه بتاعتي تاني. كل ما انضفها معاكم اقول كده تقريبا صح، كل ما اقول كده برضو يرجعوا يخشوا تاني، بس بجد المره دي خلاص مش هدخل حد الاوضه تاني. بصوا بقى المروحه بعد ما اتلمعت هي كمان بقت بيضه وفله اهي، والمرايه كمان متلمعه وجميله. مش هحط حاجه على التسريحه نهائي نهائي عشان هما بهدلوا لي كل حاجتي. والكومودينو فاضي، الاتنين يعتبر فاضيين لسه بقى ما حطيتش فيهم حاجتي وكده. ودرج التسريحه كمان ظبطته، انا شيلته كده كله على بعضه وفضيته على الارض وشيلته كل اللي فيه. واللهم صل على النبي. ورجعت بقى ايه رصيت الحاجه بتاعتي بس. قولوا لي بقى ايه رايكم في الاوضه، وكمان تدوها كم من 10، ولو وصلتي معايا لحد اوضه النوم اكتبي لي في الكومنتات عشان اعرف مين الناس اللي بتتفرج على الفيديو للاخر ومين اللي بيكسل يشوف الفيديو بتاعي للاخر. قولي لي ايه رايكم في اوضه النوم. وبصوا السجاده برضو اديتها تنفيذه حلوه قوي وفرشتها، والحمد لله كل الدنيا بقت زي الفل، وكده مش ناقصني اي حاجه خالص غير ان انا اعلق زينه رمضان. باذن الله الفيديو الجاي هنعمل مع بعض اوضه الاطفال، وهنعمل كمان مع بعض المطبخ والحمام، وكده ابقى خلصت. والفيديو اللي بعده بقى نفرش مع بعض الزينه. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.